هل الدور وانت بتختار في مكتب إداري أو محل تجاري بيفرق في الإيجار أو بيفرق في الريسيل؟ طب هل الموقع بتاع المكتب أو المحل في الدور بيفرق في الإيجار أو بيفرق في الريسيل؟ طب هل لو اشتريت والمشروع لسه بيطرح زي ما اشتري بعد ما المشروع يكون مثلا عدى عليه سنة أو اتنين، هل الحاجات دي بتفرق وأنا بأجر المحل بتاعي أو المكتب بتاعي أو إن أنا حابب إن أنا أعمل له ريسيل؟ انا حابب في الفيديو ده اقول لحضرتك او اعلم حضرتك وانت بتشتري مكتب او محل شوية حاجات بسيطة خلي بالك بس عليها، لان هي هتفرق كتير جدا في الايجار وهتفرق كتير جدا في الريسيل لو انت واخد بنية انك انت تبيع المكتب ده او تبيع المحل ده بعد فترة. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركة توب مانجمنت. شوية نصايح بسيطة عن اختيار مكتب او اختيار محل تجاري. انتوا حضراتكم عارفين في الآونة الأخيرة أفضل منطقتين للاستثمار في القطاع التجاري والإداري على مستوى مصر منطقة التجمع الخامس، العاصمة الإدارية الجديدة، بعد كده يليها بقية المناطق، بس دول أكتر منطقتين عليهم طلب. وعلى فكرة في الكيو الأول والتاني بتاع 2025 كل الأرقام بتقول إن الإقبال على شراء مكاتب إدارية ومحلات تجارية كبير جدا، بالأخص الى ان بقى في مكاتب بتبتدي من اول 3 مليون و4 مليون قسط، على الاقساط بتوصل لغايه 10 سنين دلوقتي. طيب، انا النصيحه الاولى اللي عايز اقولها لحضرتك دلوقتي، لو انا خدت مكتب اداري في الدور الارضي او الاول او التاني لغايه الدور الخامس، لما يجي يتاجر بيفرق في الايجار اطلاقا. حاجات بسيطه جدا، 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه، لكن مش الرقم والفرق الكبير اللي حضرتك متخيله. فعشان كده وانت بتختار مكتب محدش يضحك عليك ويقول لك ده في الدور السابع ده في الدور التاني. الفوارق مش كبيره، لان خلي بالك المطور بيبيع فرق في سعر المتر كبير. فلو لقيت مكتب 50 متر في الدور السابع ب4 مليون او ب5 مليون ومكتب في الدور التاني ب2 مليون، مفيش فرق كبير لما نيجي نأجر، بس هتضايقك وانت بتعمل ريسيل. فعشان كده خلي بالك في النقطة دي، الا لو حضرتك واخد بنية انك انت تشغل او ان انت هتستخدم، يعني اند يوزر هتستخدم الوحدة دي. على عكس التجاري، التجاري مهم جدا انك انت تاخد بالك انت بتشتري في الدور الارضي ولا الاول ولا التاني ولا الرابع ولا التالت، لان في بعض المولات فيها لغايه الدور الرابع تجاري. تفرق كتير جدا في الايجار وتفرق في الريسيل. تفرق في الايجار، مثال، اللي بياخد دور ارضي محل على الشارع الرئيسي متشاف من الناس اللي ماشيه بعربياتها او من الناس اللي بتعدي من قدامك، فعشان كده الدور الارضي اللي على الشارع الرئيسي اللي يعني ارضي على الواجهه بيفرق في الايجار، بيفرق ممكن يعدي ال 500 وال 1000 جنيه في متر الايجار. محل دور ارضي متشاف قدام اسانسيرات، قدام اليفيتورز، قدام كيدز اريا، قدام فاسيلتيز، دور او قدام امينيتيز زي الاسانسيرات مثلا. دور فود كورد يختلف عن دور مثلا هيبقى محلات ريتيل عاديه، فبتفرق. يبقى في الاداري ما بتفرقش، في التجاري بتفرق. طيب، الجزء الثاني، موقع المكتب بيفرق في الدور. المساحات الاقل من 100 متر ما بتفرقش، المساحات اللي فوق ال 100 متر بتفرق. يعني انا لو بشتري مكتب الموقع بتاعه في الاول او في الاخر هيفرق، يعني مكان المكتب في الفلور بلان ما تفرقش كتير، لكن في التجاري تفرق، لانك انت التجاري تقدر تأجر محل 30 متر 50 متر لوحده، لكن مش تعرف تعمل ده في مكتب، انك انت تأجر مكتب 20 30 40 50 متر، وما تنساش ان في نسبة تحميل 30% كمان. ففي الاداري ما تفرقش، في التجاري تفرق. وخلي بالك ان امكانيه الميرج في التجاري والاداري مهمه جدا، ان انا اقدر اضم المكتبين على بعض او المحلين على بعض، دي بتفرق. طيب، تالت نصيحه، اشتري والمشروع لسه قائم ولا اشتري في مشروع مثلا بقاله سنه او سنتين او ثلاثه؟ النقطه دي حساسه جدا ومهمه جدا. انا اشتريت محل او مكتب من مطور لسه بقاله شهر او اتنين او تلاتة، فباع لي سعر المتر الافتتاحي او زود 5%، على عكس اللي هشتري بعد سنتين وتلاتة والمشروع اتباع تلات ارباعه.
طب ما احنا الاتنين لما نيجي نأجر المحل بتاعنا او المكتب بتاعنا، انا اكتر واحد مستفيد، لان انا ما دفعتش في ايه، انا اشتريت المحل ده ايام ما كان ارخص بخمس ست مرات، انت شاريه بالغالي. فطبيعي ان لما اجي انا اجر الايكوتي بتاعي او الريتيرن اون ايكوتي او الكاب ريت هيبقى اعلى. فدي نقطة مهمة. بس مش معنى كده انك انت ما تشتريش من مطور بقاله سنتين ثلاثة، قيسها على قد الانفنتوري اللي عنده. يعني لو مطور عنده مشروع إيه، باع منه لغاية 50% ماشي، اكتر من كده بيفضل لا، لانك انت هتلاقي الايجار ما بيكملكش ال 10% اللي انت عايزه من ثمن الوحدة اللي دفعتها. دي نصيحة مهمة جدا. كمان لما تيجي تعمل ريسيل، سيبك من الايجار، افرض قررت تبيع، طب ما انت شاري بالغالي، انا ايه اللي يخليني اجي اشتري منك؟ فخلي بالك كل ما بتاخد مع مشروع في البدايات افضل من انك انت تشتريه بعد، يعني بعد كده. احنا في شركه توب مانجمنت دايما بنعمل ريسيرش ماركتنج، وبنعمل اناليسز عن المشاريع اللي لسه بتطرح، المشاريع الكويسه، المشاريع اللي فيها مطورين عندهم نسبه انشاءات المضمونه في التجمع الخامس والمواقع المميزه وفي العاصمه الاداريه الجديده. فلو حضراتكم ناويين تشتروا او تستثمروا في محلات تجاريه او مكاتب اداريه، تقدروا تتواصلوا على الارقام اللي قصاد حضراتكم على الواتساب، وانا دايما في خدمتكم. شكرا.